سمعنا وشفنا قصص كتير عن السحر وعن تحضير الجن والشياطين، لكن الغريب في قصة النهاردة هو القرين. عمركم سمعتوا عن تحضير القرين؟ قصتنا النهاردة هنخوض فيها في عوالم غريبة ومزيج بين الحقيقة والخيال. موعدنا النهاردة مع قصة هتكون في قمة الرعب. أهلا بكم في أولى حلقاتنا من برنامج ما وراء الطبيعة. أنا محمد حسن، والحلقة دي هنتكلم عن القرين. أنا اسمي إسحاق. بداية الموضوع كانت في سن مبكر شوية. في الوقت ده كان عندي حوالي 9 سنين. في السن ده تحديدا بدأت أشوف أحلام غريبة جدا. كنت دايما بشوف نفسي قاعد في مكان غريب. كنت ببقى قاعد على كرسي كبير جدا زي ما يكون كرسي عرش، زي اللي كنا بنشوفه في المسلسلات. وكان حد كده شكله غريب جدا ومرعب كان ماسكني من إيدي وبيوديني على الكرسي ده وبيقعدني عليه ويلبسني حاجة كده أشبه ما تكون بتاج من الذهب. وكان بيجي شخص تاني شكله في قمة الفزع، جسمه عبارة عن جسم تعبان كبير وليه ديل كبير وليه ايدين عادية، وراسه راس بني آدم لكن شعره عبارة عن خصر، كل خصلة منهم عبارة عن أفعى صغيرة بتتحرك. كان أشبه ما يكون بشكل الميدوسا اللي كنا بنشوفها في المسلسلات. الشخص ده كان بيقرب مني وبيحدفني على الكرسي ده، وبعد ما كنت بصحى كنت بلاقي جسمي كله عرق وقلبي بيدق جامد. كنت بحكي لوالدي، لكن كان والدي دايما بيقول لي دي مجرد أحلام عادية وكله بيحلم بحاجات شبه دي. لكن الموضوع بدأ يتطور شوية بشوية لحد ما كنت بقوم من النوم حاسس بإرهاق شديد زي ما يكون جاي من خناقة وجسمي كله خرابيش وكدمات في كل جسمي. ساعتها بس والدي بدأ يقتنع إن دي مش مجرد أحلام وهلاوس. بعدها والدي قرر يوديني لواحد من المشايخ اللي بيقال عليهم ناس روحانية. المهم إننا بعد يومين رحنا للشيخ ده، قعد معايا أنا ووالدي وبدأ يسألني شوية أسئلة عن اللي بشوفه في الأحلام وكده. بعد ما حكيت للشيخ كل اللي بشوفه طلب مني أطلع استنى بره الأوضة عشان عايز يتكلم مع والدي لوحده. أنا خرجت بره الأوضة، بس زي أي طفل الفضول كان هيموتني أعرف هم بيقولوا إيه، وقررت أحط ودني جنب الباب عشان أسمع. لكن صوتهم كان واطي وكانوا بيقولوا كلام مش عارف أفسره. لكن كل اللي قدرت أسمعه تحديدا إن الشيخ قال لوالدي حاول تاخد ابنك الجامع يصلي معاك باستمرار عشان دم ابنك مطلوب عندهم. أنا كنت طفل ساعتها فما فهمتش كان يقصد ايه. حاولت استفسر من والدي لكن كان رده على طول لما تكبر هتعرف كل حاجه. والدي بقى مواظب في كل صلاه ياخدني المسجد اصلي معاه، وده كان على غير العاده تماما. بس يوم بعد يوم بدات الاحلام والكوابيس دي تتلاشى لحد ما اختفت مع الوقت. لما كبرت بقيت مش مواظب على الصلاه لحد ما انقطعت تماما، وبدا يبقى عندي فضول قوي جدا ان افهم اللي ما قدرتش افهمه. وفي يوم من الايام عملت اكبر غلطه ممكن حد يعملها. كان وقتها عندي 18 سنه تقريبا، ودخلت ابحث عن عالم الجن والاسرار اللي فيه، وموقع ياخدني الموقع لحد ما لقيت على موقع معين شخص منزل قصه حصلت معاه هو وصغير. لما قريت القصه بتاعته انا ذهلت، تحديدا لما وصلت لجزئيه معينه كان بيحكي فيها عن كوابيس بيشوفها، والغريب ان كل حاجه هو كاتبها عن الكوابيس دي هي اللي كنت بشوفها. ولقيته كاتب في اخر القصه بتاعته انه لما سال في الموضوع ده كل الناس قالت له ان ده ملوش غير سبب واحد بس، وهو ان القرين عنده بيكون نشط بصوره اكبر من الناس التانيه. فضولي برضو أخدني لإني دخلت للمرة التانية وبحثت عن مواضيع وقصص خاصة بالقرين، ونفس الموضوع من منتدى لمنتدى ومن موقع لموقع لحد ما لقيت على واحد من المواقع دي حاجة أشبه بمكتبة للكتب. والمكتبة دي عبارة عن كتب بتتناول معلومات عن العالم الآخر والتحضير. وأنا بدور في وسط الكتب لقيت كتاب بعنوان تحضير القرين. عنوان الكتاب شدني وقررت أشتري الكتاب ده أونلاين، وفعلا تاني يوم الكتاب كان وصل للبيت عندي. حاولت افتح الكتاب واقرا فيه بالنهار لكن ما عرفتش عشان والدي كان موجود، فقررت اني اقرا بالليل. على حوالي الساعه 12:30 بالليل فتحت الكتاب وبدات اقرا. انا حرفيا من بعد ما بدات اقرا حسيت اني مش لوحدي في الاوضه وفي حاجه بتحوم حواليا. حاسس بسخونه في ظهري زي ما يكون نفس حد واقف ورايا. عايز ابص ورايا وخايف التفت الاقي في حاجه فعلا ورايا. في اللحظه دي تحديدا حسيت برغبه غريبه في النوم، معرفش ازاي، وفعلا نمت وشفت ابشع كابوس شفته في حياتي. انا للعلم لما نمت على المكتب بتاعي لما كنت بقرا الكتاب، لكن اللي شفته في الحلم اني كنت نايم على سريري وصحيت فجاه على صوت واحد عمال يدندن بكلام غريب. قمت من النوم والتفت ناحيه الصوت، لقيت واحد قاعد على مكتبي وفاتح كتاب شكله غريب. الكتاب في صفحاته كان فيها رموز شبيهه بالحروف الصينيه وطالع منها نور غريب كده زي ما يكون نار. قربت ببطء شديد من الشخص ده لكن لاحظت انه حس بوجوده ورا مني، فلف وشه ببطء ناحيتي. اول ما وشي بقى في وشه
حسيت حرفيا شعر جسمي كله وقف. الشخص اللي كان قاعد ده كان انا. طيب ازاي انا شايف نفسي وانا قاعد وبقرا وفي نفس الكتاب ونفس الصفحه اللي كنت بقرا فيها قبل ما انام؟ استجمعت شجاعتي وجريت عليه ومسكت من هدومه وزعقت فيه وقلت له انت مين؟ ازاي اللي انا شايفه ده؟ ازاي انا شايف نفسي واقفه قدامي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا بحلم؟ لكن كانت الصدمه هنا لما الشخص ده رد عليا وقال لي احنا الاتنين عايشين في جسم واحد لكن بروحين مختلفين عن بعض. وبعدين انت مش شايف شكلك عامل ازاي؟ قلت له ماله شكلي؟ هو انا شكلي متغير؟ في اللحظه دي حطيت ايدي على وشي وبحسس بايدي على وشي لقيت جلد وشي خشن. هنا ادركت ان كلام الشخص ده كان حقيقي. مشيت ناحيه المرايه عندي وانا رايح ناحيتها بقدم رجلي وباخر رجلي لحد ما وقفت قدام المرايه، وهنا كانت الصاعقه الكبرى. ببص في المرايه لقيت وشي هو نفس وش الشخص المرعب اللي كنت بشوفه في احلامي وانا صغير. في اللحظه دي ما اتملكتش اعصابي، خصوصا لما بصيت ناحيه الشخص اللي كان بيكلمني وما لقيتوش، اختفى. انا فضلت اصرخ بهستيريا من الموقف ده، ومسكت الكتاب اللي كان على مكتبي وقفلته ورميته على الارض. بعد شويه بدات اهدى، قلت لنفسي انا اكيد بحلم، ايوه ده اكيد حلم، ما هو مش معقول يكون كل ده حقيقي. فجاه سمعت صوت الجامع اللي جنب بيتنا بيأذن لصلاه الفجر. مع اول سماع كلمه الله اكبر لقيت نفسي بصحى من النوم وبنفس قعدتي على المكتب وقدامي الكتاب مفتوح. في اللحظه دي قفلت الكتاب وجريت على المرايه عشان ابص لنفسي، ولما بصيت في المرايه لقيت شكلي ما اتغيرش، لقيت شكلي العادي اللي متعود اشوفه في المرايه. بعد المواقف اللي حصلت معايا دي بيتهيألي لو حصلت مع حد تاني كان ابتعد تماما عن المواضيع دي، لكن انا رغم كل اللي مريت بيه ده ولسه ما استكفيتش، ودخلت من تاني ابحث في المواقع. اللي لفت انتباهي على موقع معين لقيتهم منزلين حاجه كده اشبه بتحديات، كل تحدي منهم عباره عن 3 ايام لكل تحدي. التحديات كانت عباره عن اني اقعد 3 ليالي كاملين في الحمام ما اخرجش الا اجيب اكل وارجع. بعد ما اخلص التحدي ده ادخل على التحدي اللي بعده، وهو اني اخد اكل معايا وميه تكفيني لمده 3 ايام، وافضل في صحراء بعيده عن الناس واعمل طقوس شيطانيه معينه هم كانوا ناشرين على الموقع هتعمل ايه بالظبط. والتحدي اللي بعد كده كان ابات في المقابر لمده 3 ليالي برضه. بعد كده هروح لمكان معين هيظهر لي شخص هيطلب مني دم شخص معين انا اعرفه كويس. بعد ما اخلص كل التحديات دي هيظهر لي القرين بتاعي وهيعلمني اقوى تعاليم السحر اللي هتخليني قادر اعمل كل اللي انا عايزه. وفعلا بدات اعمل التحديات اللي مطلوبه مني. كنت بعد ما اخلص اي تحدي بسجل على الموقع عشان انتقل للتحدي اللي بعده. وطبعا القاعده الاساسيه اللي قائمه عليها التحديات دي هي ممنوع الوضوء وممنوع الصلاه. ساعتها الحقد والشر اتمكن مني ووافقت. بعد ما خلصت التحديات كلها دخلت على الموقع عشان اشوف مطلوب مني ايه تاني. لقيت ان انا خلاص خلصت كل التحديات بالفعل، وخلاص في الليله الاخيره قعدت في الحمام وولعت بخور من نوع معين، قلت الطلاسم اللي كانت مطلوبه مني. وفعلا ظهر لي القرين. ده كان بالمناسبه اخر تحدي. القرين اول ما ظهر طلب مني الدم اللي قلت لكم عليه في اول تحدي. انا ذهلت لما عرفت ان الدم اللي هو طالبه مني ده هو دم والدي. معرفش انهي قوه شريره كانت مسيطره عليا في الوقت ده خلتني نفذت اللي طلبه مني. ايوه قتلت والدي. بعد ما نفذت كل اللي طلبه مني رجعت تاني على الحمام وعملت نفس الطقوس اللي عملتها قبل كده، وظهر لي، بس المره دي لما ظهر كان على وشه ابتسامه عريضه وقال لي كلام لسه فاكره لحد دلوقتي. قال لي ايه كل الجشع اللي فيكم ده يا ولاد ادم يخليكم توصلوا للي انتوا فيه دلوقتي؟ انت عارف انت عملت ايه؟ انت قتلت والدك، قتلت اكتر انسان في الدنيا كان بيحبك. رديت عليه وقلت له يعني كل ده كنت بتضحك عليا؟ قال لي انا كنت ما بعملش حاجه غير اني بوسوس لك، وانت عشان ايمانك ضعيف قدرت العب بيك زي ما انا عايز. فضل يضحك ضحك هستيري بصوت عالي جدا وبعدها اختفى. في اللحظه دي انا وقعت على الارض وفقدت الوعي، ما حسيتش بنفسي غير وواحد جنبي بيصحيني. اول ما فتحت عينيا لقيت نفسي في مكان ضلمه اشبه ما يكون بمقبره قديمه، لكن انا صعقت لما لقيت اللي بيصحيني هو والدي، ولقيته بيقول لي يا ابني حرام عليك، ايه اللي بتعمله فينا ده؟ كل يوم اجيبك من المقبره دي وتقعد تقول لي كلام غريب، التحديات والقرين وكلام مش مفهوم. والدي اخدني على البيت، استحميت وخرجت من الحمام لقيت والدي اتصل بمستشفى الامراض النفسيه والعصبيه واخدوني على المستشفى، وانا بقالي 7 سنين النهارده في المستشفى، ولحد النهارده انا مش عارف اللي حصل معايا ده كان ايه، كان حقيقه ولا انا فعلا اتجننت؟ مش عارف. دي كانت نهايه قصه النهارده. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه عشان في قصص مرعبه فاتت وفي قصص جايه لازم انك تشوفها. سلام.